السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم وصفة السمبوسة. هعملها بكام حشوة مختلفة ومميزة، ومش هتشبعوا أكل منها خالص. حاجة كده هتشرفك على سفرتك وهتعجب كل اللي هيدوقها إن شاء الله. بس قبل ما أبدأ متنسيش تحطي اللايك وتشتركي معايا في القناة لو لأول مرة بتشوفي قناتي، فضلا وليس أمرا. وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي على طول في وصفتنا. الحشوة الأولى معايا وهي حشوة اللحمة المفرومة. هحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة كبيرة مفرومة ناعم، فص توم مفروم، ربع كوباية بقدونس، نص معلقة صغيرة من القرفة والسكر والفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة الناشفة والملح، وعصير نص ليمونة. هسيب لكم المقادير إن شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. في طاسة على النار هشوح اللحمة المفرومة بدون إضافة أي مواد دهنية، وهفتت اللحمة كويس جدا الأول. وأول ما تغير لونها هضيف البصل المفروم وفص الثوم والبهارات، وهشوحهم مع بعض، وهسيبها على النار لحد لما تنشف من كل السوائل اللي موجودة فيها. وهطفي النار وهسيبها تبرد تماما، وفي الآخر هضيف عصير نص ليمونة. بتفرق قوي في طعم حشوة السمبوسة والبقدونس المفروم. وبكده حشوة اللحمة المفرومة جاهزة معايا. الحشوة التانية معايا حشوة السمبوسة الهندية بالبطاطس، جميلة جدا وكمان اقتصادية. في طاسة على النار هضيف فيها معلقتين كبار زيت، وهشوح بصلة متوسطة مفرومة خشن مع معلقة صغيرة من الثوم المفروم مع الجنزبيل. هديهم تشويحة مع بعض، وهضيف البهارات عبارة عن معلقة صغيرة من الكركم، الملح الكاري، فلفل أسمر وكمون، وهضيف نص كوباية بسلة مجمدة مع ربع كوباية مية دافية علشان البسلة تستوي شوية. وهضيف 3 حبات بطاطس مسلوقين ومهروسين، هشوحهم كلهم مع بعض. وهرفعها من على النار، وهضيف في الآخر ربع كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة. الحشوة التالتة هتكون حشوة الجبن. معايا هنا جبنة كريمي، تقدري تستعملي أي نوع جبنة انتي بتحبيه. هضيف عليها جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا مع معلقة صغيرة بقدونس مجفف وإوريجانو. هقلبهم مع بعض، وبكده حشوة الجبن معايا جاهزة. الحشوة الرابعة والأخيرة هتكون معايا حشوة شاورمة الفراخ. معايا هنا نص كيلو صدور فراخ، طبعا متنضفة ومغسولة كويس جدا ومتقطعة مكعبات صغيرة. هتبلها بربع كوباية زبادي مع ربع كوباية زيت، وبصلة متوسطة مفرومة ناعم،
مع عصير ليمونة ومعلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة كاتشب ومعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، البابريكا، الكزبرة الناشفة، الجنزبيل. هقلبهم مع بعض وهسيبها على جنب لمدة نص ساعة علشان تشرب من التتبيلة ويكون طعمها أحلى. وفي طاسة سخنة على النار هنزل بالشاورما وهقلبها وهسيبها على النار لحد لما تنشف من كل السوائل اللي موجودة فيها. وهرفعها من على النار وهسيبها تبرد تماما، وفي الآخر هضيف عليها شوية من الجبنة الموتزاريلا. وبكده الحشوات بتكون كلها معايا جاهزة: حشوة اللحمة المفرومة، وحشوة السمبوسة الهندية بالبطاطس، وحشوة شاورمة الفراخ، وحشوة الجبن. وفي طبق فيه معلقتين كبار دقيق هضيف عليهم شوية مية بشوية لحد لما نوصل للقوام ده. وكده خليط اللزق معايا كمان جاهز. معايا هنا السمبوسة. هاخد ورقة من أوراق السمبوسة وهغطي باقي الأوراق بفوطة علشان ما تنشفش مني. بطبقها كده على شكل مثلث وبرجع أطبقها على الناحية التانية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبحشيها بالحشوة. وبقفل المثلث، والجزء الأخير بقفله بخليط اللزق وبدخله كده لجوه أو بلزقه من بره عادي. وبكرر بنفس الطريقة لحد لما أخلص كل الكمية اللي موجودة معايا. باخد ورقة وبطبقها على شكل مثلث وبرجع أطبقها على الناحية التانية وبحشيها بالحشوة وبقفل المثلث، والجزء الأخير بقفله بخليط اللزق. جميلة جدا ما شاء الله. سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت خالص. هنا بعد ما حشيت الكمية اللي معايا من السمبوسة هقلي معاكم شوية علشان تشوفوا شكلها ايه، والباقي بحطه على صينية وبدخله الفريزر يمسك شوية. وبعدين باخد كل مجموعة وبحطها في كيس من اكياس التلاجة، ولما بعوز بطلع على طول وبقلي. بقليها في زيت ساخن على نار متوسطة لحد لما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده. السمبوسة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، مقرمشة من بره وطرية من جوه، والحشوات في قلبها في منتهى الجمال. جربوا الحشوات دي هتعجبكم جدا بإذن الله. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ماما نورة شانل. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.